وزنك ثابت وما بيقلش صح؟ المشكله دي بتقابلني كتير قوي في الاستشارات، واوقات كتير بيكون السبب بسيط جدا وممكن نحله لو بس خدنا بالنا منه. السبب ده بيكون نقص فيتامين دي. في دراسه منشوره في بريتش جورنال اوف نيوتريشن لقوا فيها ان الاشخاص اللي عندهم نقص في فيتامين دي خسروا وزن اقل بنسبه 57% مقارنه بالناس اللي نسبته عندهم طبيعي، رغم انهم كانوا ماشيين على نفس الدايت ونفس التمارين. ايوه بالظبط زي اللي غالبا حاصل لك وانت بتتفرجي على الفيديو ده. فيتامين دي مش بس للمناعه والعظام، دي حاجات مهمه طبعا، بس هو كمان بينظم هرمونات الحرق والشهيه زي الانسولين والليبتين، ودول اللي بيحددوا احنا بناكل قد ايه، وبيحددوا بيتخزن في جسمنا دهون قد ايه. ده غير ان نقص فيتامين دي بيزود من الاحساس بالتعب والكسل وتقلبات المزاج، فده اصلا ممكن يكون السبب اللي مخليكي عماله تاجلي كل حاجه، زي انك تبداي دايت او التمارين اللي كل شويه تاجليها. طب والحل؟ ممكن ببساطه نعمل تحليل نتاكد منه من نسبه فيتامين دي، ولو طلع ناقص بنبدا بالجرعات المناسبه لحالتك الصحيه علشان نقدر نحس بتحسن في اسرع وقت. ومهم نتعرض للشمس، لان فيتامين دي نسبته بتقل لاننا ما بنتعرضش للشمس كويس. عرفيني في الكومنتات ايه اكتر سبب مخليكي مش عارفه تعملي دايت. انا سوريا الألفي، اخصائيه تغذيه. ما تنسيش تعملي فولو علشان تعرفي ازاي تعيشي بصحه مش مجرد بتعملي دايت.